نائب رئيس الوزراء وزير الدفاع السوري العماد داود عبد الله راشحة عين في منصبه وزيرا للدفاع خلفا للعماد علي حبيب في 8 أغسطس عام 2011 بعد أشهر من قيام الثورة السورية ضد نظام الأسد. وفي 23 من يونيو العام الحالي تم تعيينه في المنصب نفسه في حكومة رياض حجاب. ولد راشحة في دمشق وهو في الأصل من بلدة عربين ريف دمشق. تخرج من الكلية الحربية عام 68 باختصاص مدفعية ميدان، واتبع دورات تأهيلية عسكرية مختلفة بما فيها دورة القيادة والأركان ودورة الأركان العليا. تدرج عسكريا إلى رتبة لواء عام 98 وإلى رتبة عماد عام 2005، وشغل مختلف الوظائف العسكرية من قائد كتيبة إلى قائد لواء، وشغل منصب مدير ورئيس لعدد من الإدارات والهيئات في القوات المسلحة، ونائب لرئيس هيئة الأركان عام 2004. اعتبر راشحة خلال الثورة الشعبية المندلعة في سوريا أن بلاده تتعرض لمؤامرة كبرى وحرب حقيقية تستهدف كيانها، واتهم الغرب باختلاق الأحداث. فقام الجيش السوري خلال توليه مسؤولية وزارة الدفاع باجتياح عدد من المدن السورية في محاولة لقمع الثورة، وهو ما جعل اسم راشحة يندرج في قائمة العقوبات الأوروبية والأمريكية والعربية مع 12 وزيرا آخرين، واعتبر أحد أبرز المسؤولين عن عمليات القتل والقمع في البلاد.